بعد وصف الداعية الخالدي للمهاجرين المغاربة بالخوارج، حوار ناري ما بين المهداوي والخالدي حول الهجرة الجماعية شعل مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء اللي خلى المغاربة ينقسموا لجوج ديال الآراء. كاين اللي مع المهداوي وكاين اللي عنده رأي آخر. بلا ما نطول عليكم ويلا هو نسمعوا شنو كاين. مسؤولية على الدولة هي أولا، ونفتحوا لها هي الأولى. ودابا شوف، وهذا الشيء معروف، وهذا الشيء معروف. لا ما معروفش، ولكن شي ملي كتخرج تقول الخوارج وكذا دابا هضرت على الدعاة اللي كيشجعوا الشباب. على السلطه تما، هنا كتغطي على السلطه. ما كنغطيش على السلطة. الشريف ما عند المعري ما يعري. حنا عارفين، حنا السلطة ديالنا راه مشكل هذا. عارفين. شوف، عارفين حنا المسار ديال الدولة ديالنا كيفاش غادي. غير اسمح لي نقول لك، خليني اسمح لي تفضل. عارفين حنا الدولة ديالنا كيفاش غادا، وعارفين المشاكل اللي كاين عند المسؤولين قبل ما يكونوا رؤساء ولا وزراء، قبل ما يدخلوا عارفينهم. وشحال تكلمتي انت قبل الحكومه ديال اخنوش، شحال تكلمت، شحال من وحده وشحال من واحد حقوقي، عارفين هاد الحكومه فين غتوصل. واخ دابا انا هاد الموضوع هذا عارفه وتكلمنا عليه، ولكن شكون انا حمزه، انا داعيه عندي غير الكلمه. شكون ذا حقوقي تتكلم؟ راه خص هادشي يتغير بينا كاملين. المشكله عندنا في المغرب والذي لا ربة سواه هو مشكله الوعي، ماشي العلم. الوعي ملي كاينش، المعرفه، اسمح لي، المعرفه والعلم حاجه، تجربه حاجه، الوعي حاجه اخرى. ماشي الوعي هو اللي ما كاينش عند المسؤولين، اللي كيقلبوا على مصالحهم الخاصه على حساب البلد. وهي نفس المشكله اللي كيعانيو منها هاد الشباب. ما عندهمش الوعي، اللي غادي يمشي يرمي راسو على ود واحد ولا على ود مشكله باش هو يضيع حياته اللي هو غادي باش يطورها. هذا جوج. ثالث، ما كاينش عندنا الوعي. تعرف شنو المشكل اللي وقع للدراري دابا؟ شوف التصريحات. قال لك المغاربه حنا ما كايناش مشكل دابا الصبريون كنهربوا منهم. قال لك المغاربه تيبيعوا لنا خبزه ب 50 درهم، تيبيعوا لنا ريد بول ب 150 درهم، وتيضربونا. هاد السي راهم شوف راهم قال لك دخلنا للسبت لقينا مشكل مع المغاربه، خوتنا بحالنا ما باغيناش يمشيو، تيضربونا. البنت هكا عرات رجليها كلها مزوقه. قال لك شدني واحد مغربي بقى تيضرب فيا عنده 40 عام، تقول لي ما تجيش هاد لازون ديالي، ما تجيش عندي ليها. الحرب نوضوها، هربوا الدراري. اذا هنا ما كاينش وعي، وهذا الوعي هذا كتحملوا المسؤوليه ديالو الدوله والاسره والشيوخ والدعاة والمصلحين. ماشي غير الشيوخ والدعاة، اسمح لي، والمصلحين ووزاره الاوقاف. انا شحال وانا كنغوت على وزاره الاوقاف، تنقول لهم راه هاد الشباب هادو راه والله ما تقدروا عليهم بالقوه وبالعنف. هاد الشباب هادو خصهم حوار، هاد الشباب هادو خصهم تقدير، هاد الشباب هادو خصهم تقربوا ليهم وما غتقربوش ليهم بطوطو، وما غتدوخوهمش بالحفلات وبالسهرات وبالمهرجانات. خصكم تناقشوا معاهم، خصكم تعطيهم حلول عمليه. هادشي راه قلناه بزاف قبل ما نستنكروا على جيل زاد، وقبل زاد المسافات. الوعي هو اللي كيحدد المسؤوليه. بلادنا ماشي المغرب لن يسمح له الجيران ان يتقدم، ولن تسمح له اوروبا ان يتقدم. شي هذا المغرب هذا اللي غادي بهذه السرعه هذه في المشاريع، والله لن يسمح له بهذه السهوله والبساطه انه يتقدم، وانه يدير انبوبه الغاز نيجيريا، وانه يدير الميناء ديال الداخله، وانه يدير المصانع ديال السيارات. لن يسمحوا له. اسمعني نسولك. نعم. هذا الخطاب هذا ما تقلقش. خطاب تضليلي. ماشي تضليلي. مشيتي انت للجزائر، مشيتي للجزائر، مشيتي لمالي، مشيتي لموريتانيا، واسمح لي ولا ما خليتيش نجاوب. يلا ما نتضليل. المغرب افضل من الجزائر، لا تناقش هذه وسير معايا. ماشي موضوعنا الجزائر، معناتها تضليلي. دابا المغرب ما كيخلي هذا النقاش اصلا خرج على البلاد. انا اش غتقابل انا الجار ولا ماشي الجار؟ انا عندي التزامات، عندي دستور، عندي كذا، التزم على الدستور وبالقانون. كيفاش؟ الفراقشيه ما طبقناش القانون. اش علاقه الجار وعرقلنا والجزائر من عندنا؟ نديروا لجنه تقصي الحقائق. واسمعني، واش الجزائر هي اللي عرقت لنا نديروا لجنه تقصي الحقائق؟ واش الجزائر هي اللي معطله لنا المحاكم دابا هذه شهرين؟ اش ما علاقه؟ هذا هو اخ علاش سميتو تضليلي. انا ما عندي الجزائر عاديه تعادلي وتونس وليبيا والكون، ماشي تما المشكل. كيكون التنافس. الخطوره في كاين الا بغينا نصلحوا البلاد، حنا ما نبقاوش نمشيو ورا باش نصلحوا البلاد، وانت كتقاتل باش تجيب البلاد الاستثمارات. وهذه الفرصه ديال كاس العالم اللي هي غير شهر وغيدوز باش تزيد تطور البلاد وتستغل الهوس ديال العالم بالكره. حنا راه عندنا غير شي شويه الهوس العالم بالكره، وكل واحد باغي يصاوب اوطيلات لولادو من غيجيو ويصاوب البلاد ومن غيجيو. انت باش تستغل هذه الفرصه هذه ما غتخليكش الدول. انا مشيت لمالي، انا شهر هذا باش مشيت لمالي، ماشي مشيت لهذه 70 عام. غير شهر هذه مشيت لموريتانيا، غير شهر هذه مشيت لغينيا كوناكري، غينيا بيساو. مشيت لنيجيريا اللي ما كيتسالها صندوق النقد الدولي حتى درهم، ما تيتسالها حتى درهم. 260 مليار خلصتها في 2024، وما يمكنش تحس بهذا الشيء اللي كنتكلم ليك فيه حتى تمشي لتما.
وغير غتنزل من المطار غتحس بالضياع التام مع السبعه تيطيح الضوء. بمعنى اذا حنا راه في افريقيا انا عندي شركه في نيجيريا زيرو، سير ليغوس، سير لابوجا، سير الايد زيرو، الضو تيتقطع مع السبعه، الشبكه الكهربائيه كلها كطيح، الماء باقيين تيهزوه من البيار. اسمح لي، ورغم ذلك انها عندها المليارات التريليونات اللي كدوز عليها، ولكن كاينه الطبقيه، ومع العلم انهم عندهم امارات وعندهم مسلمين وفيهم حتى مسيحيين، باش ما نقولوش العقليه المسلمه اللي اخرتهم. ولكن انت باش تجي تقارني انا باسبانيا، قارني اخويا باللي حداه، قارني بمالي، شوف الفرق الشاسع. مالي عندها الذهب الشريف، عندها الجبال ديال الذهب. قارني بموريتانيا اللي عندها دابا الغاز وساكته عليه وعندها الفوسفات وعندها البحر. قارني بغينيا كوناكري اللي عندها الدياموند وعندها البوكسيت اللي كيتصاوب منه الالومنيوم. قارني بهاد الدول اللي حدايا، قارني بهذه اللي حدايا، جار السوق اللي حدايا اللي عنده الغاز وعنده البترول وعنده كل شيء. الناس عايشه الساكريفيس والعذاب الاليم. حنا وافيين، حنا اي واحد صار هاد البلدان تيجي المغرب يمكن نتوما اوروبا. حنا عندنا دكاتره من السنغال، عندنا دكاتره من مالي، عندنا دكاتره من موريتانيا خدامين في هاد البلاد مخليين بلادهم. علاش؟ لان البلاد فيها مستوى ديال الحريه، فيها مستوى ديال الديمقراطيه. ماشي نشدوا حنا العصا من الجهه اللي بغينا. كاين تقصير بحكم اننا حنا في طور النمو وكنبدلوا في الحكومات. الا ما كانش بحالك انت غيستنكر وبحالي غيستنكر. انت تلومني في شيني ساكت، انا كنستنكر. المسؤولين تيتحملوا جوج المسؤوليه على هذا المشكل الفراقشيه. ما تكلمناش عليه حنا في العيد الكبير. علاش غادي تسد على موريتانيا ما تجيبش منها الخرفان؟ علاش اللي عندها 30 مليون خروف؟ علاش تسد على اسبانيا اللي عندها حتى هي 40 مليون خروف؟ علاش تسد عليها والخروف داير غير 150 اورو وتخلي المشكله نايضه؟ علاش؟ كاينه محسوبيه. الا ما غاديش ندير الباي ديالي تما ما غيخرجش الدعم، انا ما غنعطيهمش انايا الكوطه باش يدخلوا الخرفان ولا يدخلوا العجوله. ها هو اللحم دابا داير 170 درهم 180 درهم. علاش ما تحلش على البرازيل والارجنتين؟ علاش سد على البرازيل والارجنتين وسد على اسبانيا الحي؟ علاش؟ شكون المسؤول؟ مسؤول جالس تما كيقلب على راسو. مسؤول ومجموعه مسؤولين. ماشي جزائر دابا هذاك ملف وهذا ملف. ماشي بالكير. فرنسا اسمح لي فرنسا داخله معك في التجافي وفي نفس الوقت راه كتعارضك في مجموعه ديال الملفات اخرى ما باغيكش تقدم فيها، حيت انت بالنسبه لها السوق ديالها ما يمكنش تولي انت منافس ديالها. والمغرب غادي في هذا الاتجاه وغادي في هذا الاتجاه. حنا خصنا يكون عندنا واحد الوعي. خصنا نحاربوا الفساد في البلاد ديالنا. الا غنحاربوا انا وياك خصو يحاربوا حتى داك الولد اللي مشى تما وكيبيع الخبزه ب 50 درهم وتيضرب اختو وتيقول لها ما تجيش لازون ديالي اللي خصو يحوطها ويجيبها لعنده. تيشوف الموضوع كيفين غيخرج. اسبانيا بدات في 1449 او 94 بدات النهضه ديالها. بدات هذه 500 عام. نجي انا نقارن راسي بها اللي يلاه بديت دابا انا غير من كنعتبروا بدايه صحيحه من الاستقلال لدابا. وحنا كنتقاتلوا وسيدنا تيضرب تماره وكيتقاتل وخصنا كنا نتقاتلوا. خصنا بلادنا هذه، خصنا كنا اللي هو كيقول انا باغي نخدم البلاد نتبعوه ونخدموا معاه، واللي باغي يسرق البلاد خصنا حتى حنا نفضحوه ونفضحوه في اطار القانون، ماشي في اطار التشهير في الاعراض واطار الدخول في المسائل الشخصيه. نفضحوه في اطار هذيك المساله وبالقانون. وما كاينش اللي غيمنعك انا كنقول هذه الكلمات. ما كاينش اللي غيمنعك، غير حنا ما تكونش عندنا نظره سوداويه. خصنا فين نتكاو دابا. حنا ولفنا خصنا فين نتكاو. الا بغيت نبان واعر سهله عليا حتى انا نبدا نقول الشباب ضائع والشباب كذا والدوله هي تحمل المسؤوليه ونبدا نجيش ونبدا نعمر. انا قلت هذه الهضره وفي نفس الوقت نقول للشباب خصك الوعي. ما تكونش ماريونيت تيلعبوا بك. ما تخلي حتى شي مسؤول حمق يجي يلعب بك نتايا. ودابا هذا قال له غير اجي وراه محلوله سبسه بنادم طلع مشى ما ضرب حساب. هذاك اللي هاز امه كبيره اللي هاز بنته ما تبقاش تقول لي كل شيء. كاين اللي عايش اسوء من هذاك لقى 2000 درهم ولقى 5000 درهم باش يمشي. كاين اللي ما لقاهاش. واش في راسك واحد الحاجه ما تقلقش؟ حنا كنتفاعلوا وياك انت. شنو سبب الازمه الهجره؟ السبب الرئيسي علاش الناس كيمشيو عندهم فلوس وبخير وكيجاوبوا في التليفون هذه الاوصاف اللي عطيتي؟ لماذا المغاربه يستجيبون لما اعتبرها هذا السؤال؟ شنو هو العمق؟ شوف اخويا، تعرف شنو هو المشكل؟ قول لي شنو هو المشكل في نظرك انت؟ في نظري انا المتواضع شي ازمه المغربي ماشي ازمه شغل. ازمه المغربي ماشي ازمه خبز. ازمه المغربي اليوم الخطيره واللي خاص الدوله تلتقطها ازمه الثقه في البلاد. كاين الخوف، الناس خايفه، بلاد ما عنده فلوس غير كيدير شويه الفلوس. ازمه وعي. اسمع ازمه وعي. غنكمل لك على الفكره غنكملها انت اللي بغيتي. شي البشر لاباس عليه شويه عاد من خصوصا هاد الناس اللي عاشوا الازمه. كان عاش الازمه ولادي ما يعيشوش فيها. اللي دار شويه فلوس خصو يخرج ولادو لبرا يكملوا قرايته وما يرجعوش. تصور هذه ثقافه سائده وسط الطبقه الوسطى في المغرب. الناس خايفه ما تيقاش في المستقبل في المغرب. علاش؟ من الاخطاء اللي ارتكبت السلطه في المغرب خطيره جدا انها بنات البلاد، بنات البنيه التحتيه، بنات كذا وبدا
ولكن مني غيبت المجتمع وغيبت غيبت الفاعلين بوحدها غتبني البلاد. كاين اسمع نقول انا معاك في هذه هي السياسه اللي دارت الدوله ديال ما كاينش حنا، ما كاين لا صحفي، ما كاين لا سياسي، خطا كبير. انا بوحدي اللي كاين. الناس تبقاو كيديروا ما بقاوش كيحسوا، ماشي مشروكين في البلاد. بكري كانوا المغاربه فقر ولا قلت شيء كنحسوا بها بلادنا كنبنيوها جميع وعندنا بلاصتنا. المغاربه ما يمكنلكش تحقرهم وتعزلهم وتقصيهم. اكبر خطا دارت الدوله بغات تبني البلاد بوحدها. هنا الناس باش حسوا جاهم الخوف، ما كاينش الاشراك ديالهم. هذا عامل اساسي في الناس باغي تمشي بحالاتها ماشي دور. لهذا اليوم انا نقول الخطاب ماشي داك الشاب واخا كتكب الماء في الرمله اللي كنفترض فيك السي حمزه حسني. انا شي ما كدورش خصكم والثقه مالو. خاصك ترجع للمغاربه. قصيتي المحامون، قصيتي المجتمع المدني، الفاعلين، احزاب الحركه الوطنيه بقاو كيسواو حتى شي حاجه مره. اليوم معارضه ما كتهضر. شوف دابا هذا الخرج انت كتهضر حمزه الخالدي، انت عندك شي مشروع سياسي؟ شكون انت؟ مواطن، ولكن محركك برافو ليك. ها انت جالس معايا، كان المفروض يكون معايا دابا هنا انا المعارضه. دابا اش نقول لك؟ فين هو بن كيران وسط هادشي كيهضر في كل شيء؟ فين هو اوزين؟ فين هو الشقار؟ كلهم تيقراو الحدث كاملين. علاش كاين عجز؟ كاين اللي كيقول لك لا هذا نقاش كبير ملي خصو كيخاف تقول الهجره موضوع. ما عندك فاعل خواف. دابا كتقولي حريه التعبير، ما قادرش يعبر، ما قادرش يفهم. ماشي ممنوع، هو تيشوف بان هذه ماشي مصلحته، ما كاينش مصلحته. خايف تيوقع نهضر نخرج شي حاجه مع ما فاهماش لي زونجو. تيوك هادشي واش ديال الدوله؟ حيت التصريح اللي ضربوا لي طاف 2020 خربق الورق. تيوك اخويا ما عرفتش واش الدوله اللي ورا هادشي. دابا الناس ما قادرش يبادروا. خوف، كاين جو من الخوف الاستاذ. رجع لك الحريه. الفاعل السياسي كيخاف، ورئيس الحكومه كيخاف، والوزير كيخاف، والصحفي ملي كيسرق ما تيخافش. ورا هذا ما كيخافش انه في السلطه اللي كيسرق. من يخاف؟ هو هذاك اللي في السلطه. هذوك اللي في السلطه ما كيخافوش. ايوا هذوك اللي ما تيخافوش حنا نواجههم بالوعي. من نواجههم بالوعي، الوعي هو الاصلاح، قصد الاصلاح، ويكون عندك هدف وعندك برنامج ونيتك معروفه. ماشي انت كتدخل في الحدث وكتقلب على نيتك، كتدخل الحدث وكتقلب الى بالك شي هدف عاد تشدو. ملي تيكون عندك هدف واضح تكون واضح، هذا خطا هذا اصلح اطلع. ولكن ملي يكون عندك نيه الاصلاح كلشي كيحترمك. ملي كتكون عندك ايديولوجيات وكيكون عندك شي واحد دافعك من جهه وانت عندك انتخابات باغي تدخل ليها، ولا انت باغي تربح في المقعد ديالك، ولا الحزب باغي تستافد من شي دعم، ديما كتكون كلمتك غير مسموعه. تعرف شحال صيفطوا الناس في كورونا مغاربه مساكن اللي في الخارج؟ تعرف شحال صيفطوا في كورونا؟ الا ما خانتنيش الذاكره 120 مليار درهم في سنه. 120 مليار ديال الدرهم. اكبر رقم ديال التحويلات. وفي اللحظه اللي الدوله عرفتي وقفت، شكون هما هذوك الناس اللي صيفطوا ديك الفلوس؟ التكافل. هو هذا المغرب غير التكافل. وحنا شحال صيفطوا اللي حرقوا وحنا شحال لا بالمشمل. اسمح لي يا سي، هما هادوك ما تقلقش، هما اللي وصفتيهم انت بعض بالخوارج. ما وصفتش الناس بالخوارج، وصفت الدعاة اللي تيشكروهم. اما هذوك اللي مشاو ختام هذه الحلقه تسحب هذه الكلمه الخوارج. لا ما غنسحبهاش. انا تنقول هذوك اللي كيشجعوا الشباب على انهم يهاجروا هجره ريو ويموتوا في البحر. اما هذو اللي كدوي عليهم وداروا الفلوس، راه اسمح لي شكون اللي عندك؟ بعض الدعاة اللي كيستغلوا هذا الحدث باش يقولوا للشباب راكم نتوما كديروا حاجه زوينه، وما كيقولوش لهم بان هذا الشيء اللي كديروا راه حاجه خايبه وراه محرمه شرعا، باش تلقي بنفسك التهلكه. اما هذو اللي كدوي عليهم اللي كيصيفطوا مليار و200 مليون ديال الدرهم، هذوك الشريف راه في اوروبا اللي احتاجتهم في الستينات والسبعينات والثمانينات، دابا هي كتحاربهم بالضرائب باش تخرجهم من البلاد ديالها. وكاينين هذه 3 سنين دابا مجموعه ديال المغاربه دخلوا بحالهم من البلاد. عندي سؤال مهم جدا. اختار باش لا هو سؤال مهم جدا. تفضل. كاين جوج انواع ديال الخطابات. كاين الخطاب اللي كيسميه البعض السوداوي ديال كاين خطاب الازمه، وكاين الخطاب العام زين. عندي لك سؤال جوهري. لماذا خطاب الازمه عنده المستهلكين ديالو بقوه في المغرب، وسط الاسلاميين، وسط اليسار، وسط اللي عنده واللي ما عندوش؟ والدليل دابا خلينا من الهجره. لاحظ الاخطر ماذا يواكب الهجره من الخطاب على صعيد الصفحات. الكل يبارك اللي انت كتقول، الصفحات كلش اللايكات الفلوس. لا ماشي اللايكات. هذا هو الخطا اللي كدير انت. ما عصلحوش البلاد. كاينه واحد السخط على السلطه في المغرب. انا خدامه. هذاك السخط خصو تحليل. هذا السخط هذا خصو تحليل. وهذا التحليل شنو هو؟ ايجابي ديال السلطه والسلبي ديال السلطه. حنا كنقلبوا على السلبي ما كنشوفوش الايجابي. الفكره نعم ما ديرش بحال بعض عباد الله. الخطا اش كيديروا؟ وعرفتي فين كاينه الازمه وراه واحد الخطاب ديال السخط هو اللي كيخلي البلاد راه زوينه. انت كتصور البشر بهيمه، وهذا ماشي انت. واحد اسمع لي اخويا عاجاك. لا ماشي انت. حاشا. اخطر. انا كنهضر من قلبي. كنحس بالازمه. شتي ما تصورش المغاربه بهايم. شي داك اللي حرق هو واعي. لا ماشي ما عندوش وعي. انت كتعتبره ماشي الوعي، فاهم اكثر مني ومنك.
راه كاينه بنادم كتخرجوا الحراره، كاين بنادم باغي ينقض مو ناعسه حداه مقطع على رجليها، كاين بنادم كيشوف اختو بوليداتها مطلقه مثلا ما عندها ما تاكل. راه الناس كيخرج، راه قلت لك قبيله غريزه البقاء. انت جالس في الدار وكتنظر كتعتبر مساله وعي. راه شي واحد عمر له راسو والله شي قط ما كيهرب من دار العرس. وعندك تعتقد شي واحد يجي يقول له شوفوا سيروا اسبانيا؟ لا السيد، خاصك تقلب على الاسباب الماديه. انا بغيت نقول لك بهضره اخطر ما كنعيشوا في المغرب اليوم عوض ما نشوفوا كاع الغريزه اللي تحكم فينا حنا دابا. اسمعني لا اسمعني ودابا كاع اللي ما مجوش غريزته نشطاتو مشي يدير شي حاجه الحرام. شوف الغايه لا تبرر الوسيله. الغايه لا تبرر الوسيله. تفضل. انا هذا النقاش انا وياك دايرو مادام كنسمع كنقول لك افكار الناس. نعم. اسمعني. حنا هذا هو المغرب الزوين، انت تقول وانا نقول. ولكن كنبهوا الخطوره. اليوم كاين واحد المخطط كيدار الناس اللي فاسدين في المغرب، الناس اللي عايشه في الطحا باغي الواقع يبقى بحال هكا، ويموت 400 المليون د البشر والله لا بقى فيهم البعض. واسمعني يا خويا، فوقاش حنا وياك غنزيدوا ما نساهموش في الازمه؟ ملي نروجوا واحد الخطاب، انت كتصوري بحال دوك الناس غير ضحايا ديال الخطاب الازمه وهذا الشيء كيتروج. راه شكون اللي خارج على المغرب؟ الخطاب السوداويه، الواقع زوين والبشر عا بهيمه. جا واحد شرجاه وداه كودو، وهنا ما عمرنا نصلحوا البلاد. لا اسمع لخوك عافاك، خاصنا نحاربوا هذه الطريقه من التفكير. لا سيدي، عندنا دوله امنيه قويه ما يزعزعها حتى شي حاجه. واش دوله يطيح هاد يوتيوب ولك هلول جوج؟ انا عندي هاد البشر حرق ليا كامل، واش اثروه ما اثروش ما يمكنلكش تغطي لي على واحد الحقيقه اليوم خطيره وسط المغرب. كيفاش هاد البشر غادي يمارسوا ولادو؟ خاصك تقلب على الاسباب الموضوعيه والماديه العميقه، ماشي تجي تقول له هذا غا الوعي وعمروه وشرطوا خطاب الازمه. هنا غتولي عتجيك 21 عتجيك جيزيت غتقضوا في حلقه مفرغه. انا هادشي اللي قلت لك. واش قدرت نوصل لك؟ انا وصلت لي الفكره. نعم، هذا انا وصلت لي الفكره، وهذه الفكره اللي كنتكلموا عليها وتكلمت الاولى كيتحملوها بزاف الناس. الاولى هي الدوله لعيشه الشباب في بعض التقصير ديالها في مجموعه المجالات اللي قلت لك، وزاره الاوقاف، وزاره الثقافه، وزاره التشغيل، وزاره التعليم. اللي وزاره التعليم اللي فتحات واحد الباب ديال المدارس الخاصه، اللي ولا التعليم ما عنده حتى شي قيمه، ولا اللي بغى يقري ولده خصو يعطيه الفلوس، ولا داك العبث في المنظومه التعليميه اللي خرجت لينا الزيرو تماما. وزاره الاوقاف من 2006 وهي عندنا الحرب على الكتاتيب وعلى دور القرآن وعلى الشيوخ اللي كيصلحوا واللي كيواجهوا الخطاب بالخطاب العقلاني، وما بغاش هذاك الصوت وبدات الاقصاءات. فمن جيل 2006 شوفوا دابا عاوتاني كاين واحد الخطاب متطرف. ما تهضروش على التطرف، حنا ما عندنا نديروا به، حنا كنحاربوه. عندها الحق في واحد حنا كنحاربوه. شوف انا لا اكل بمكيالين. السي احمد توفيق انا لا اخالفه جمله وتفصيلا، وما تنقولش هو انسان فاسد، انا ما تنقولهاش، ولكن عنده اخطاء كثيره جسيمه وهذا ما تيسقطش الشخص. هي لان انا باغي نصلح ما باغيش نسقط، وانت باغي تصلح ما باغيش الاسقاط. انا بقى انت تما، ولكن اخويا صلح، حيت ملي كتجيب واحد تيعاود من الاول حتى هو كيبدا يجرب فينا. اسيدي صلح. الاشكال الكبير اللي كاين عند الناس، انا ما كنكثير بدل الوضع المعيشه ديالك، ولكن ماشي بديك الطريقه. الشريف راه عندك ربي، خلي المغرب، خلي عندك ربي. راه لقيتي نفسك التهلوكه. هذيك البنت اللي مات بقى في رقبتك. دابا انا وياك كنهضروا، هذيك الام اللي مات لها ولدها تبقى تلعن في هذوك اللي صيفطوهم الى يومنا هذا، تلعن في صاحبه. والاخر في البحر تيقولوا الله يدعو بك الحق. اخلو شتي داك الفيديو؟ دابا شوف كل واحد شنو كيتكلم، ولكن هذا اللي تي عنده هم ديال الدوله ظلماتو. راه الدوله باش نتايا تناقش الاحزاب السياسيه وتدخل في العمل السياسي وتتابعوه، خصك تكون عارفه مزيان. ما عندهمش هذا الحجم ديال الوعي. دابا الانتخابات شكون غيمشي تيقول حنا ما غنتخبوش؟ لا، نمشيو ننتخبوا ونمشيو نقترعوا ونختاروا الافضل لهذه البلاد هذه. هذا حق مشروع، وهذا هو الطريقه اللي عندنا دابا. على ذيك الانتخابات دابا السي حمزه نعطيك جوج صور خطيره جدا. كتقولي المغربي يمشي يصوت مزيان، ها هو صوت، وانت عندك الوزاره الداخليه اللي كتشرف على المشاريع وعلى كلشي، واخا تصوت وما عنده تضا يبقى مقابل على المقبره. فين هي الصلاحيات ديال المنتخب؟ واسمعني، واش كتعرف دابا ما يسمى بالسياسات المندمجه؟ نعم. اليوم وزاره الداخليه هي اللي كتشرف، هي اللي غتشرف. اذا ما انا غنصوت عليه علاش؟ عيدير واش عنده سلطه؟ واحد جوج اديت الذي عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. انزيدك الصوره الثانيه خطيره جدا. تصور انت كتقول المغاربه خصهم يصوتوا، وانت كاينه اجواء ديال ان رئيس الحكومه المقبل هو القجع، وان اوفاتي او البام ومالو بصحته ما قيمه الانتخاب. خليه بصحته زوين، ما كنناقشوش هو. واش عندك عمليه سياسيه سليمه؟ واش عندك جو؟ دابا انت المواطن كتحاول فيه يصوت. علاش نفترض انا الاسوء؟
علاش ما نقولش الداخليه اللي هي انا فرحان بها كتحمي لي الامن في بلادي وما غتحميش لي الامن الانتخابات اللي كيوقع فيها التزوير اللي كيوقع فيها الصناديق الاقتراع تيلعبوا فيها. علاش ما غناخذهاش من هذا الجانب؟ الديله دي عليا علاش نبقى موسوس من كل شيء؟ علاش الديله دي عليا؟ شي نرجع لك واحد النقطه، هي واضحه الان. جميع القطاعات في المغرب كتعاني من اليد العامله. المغربي ما تيرضاش اصلا يخدم عند بنادم، وانا قلتها شحال هذه، قلت لك المغربي غير صالح اصلا يكون في الفندق وغير صالح انه يكون في المطعم. شحال يخدم؟ وهو شحال كيخدم المغربي؟ تيخدم بالفلوس. انا خدمت في 2008. اسمع شي فيرست بيتزا انا نسميها فيرست بيتزا في اكدار، سير سول مولاها، انا خدمت عنده واش كنصور 300 درهم في بورفوار، نقولوا ما تخلصنيش. اسمع تيقولوا ما تخلصنيش. دابا السربايه تيقولوا ما تكون قهوه خدامه تيقولوا ما تخلصنيش، تيجمع البورفوار. حنا عندنا نظام التكافل الاجتماعي، الشباب ما تيرضاش، هو قرا ما تيرضاش يمشي يخدم شي خدمه يشوفوا صحابو يضحكوا عليه، خصو يمشي لبرا ونفس الخدمه يخدمها ويرضاها على راسو وحيت ما كيشوفوا حتى واحد. حنا خصنا التصالح مع الذات. بحال تخدم هنايا انا كندير الحلال، ما تيهمنيش انايا يهضروا فيا الناس ولا ما يهضروش فيا الناس، تيهمني هو نجيب الاطفال والوليدات. اسباب اخرى الهجره مثلا اسمع كيخدموا الناس ب 100 درهم، دابا العامل 100 درهم. ما كايناش 100 درهم ونتحداك خدمه والله ما كاينه 100 درهم، وما كاينش اللي يخدم لك حتى ب 200 درهم. كاينه 300 درهم 250 درهم ديال الطريفه، 300 درهم 250 درهم الطريفه كتبدا عامل عادي، عامل 250 درهم حفار كما كنقولوا حنايا. لا شحال تيخدموا دابا الدراري مساكن في الحوانات وفي هذا الشيء. لي سيكوريتي بشحال خدامين؟ لي سيكوريتي بشحال خدام؟ دابا شوف كيفاش دابا موضوع شي عمال. اسمع السيكوريتي اللي خدام هو 5 سنين 10 سنين 12 عام هو راه تايدبر على بروفوار. واخا بشحال خدام الدري في مرجان؟ شكون؟ مرجان شحال في الصالير؟ المرجان ما خدامش بصالير مزيان. موظفين الشباب ما تيخملوش يضرب 3 شهور بعد كيمشي بحال ما تيخدموا 3 شهور باش هذا 50 درهم وهما اللي قبلوا ب 2000. هما اللي هالوعي هما اللي قبلوا الكابلاج، هالوعي هما اللي قبلوا. انت ملي كتعرف بان الكونترات تعلن عليها برا اما في قطاع ديال اودي ولا قطاع ديال مرسيدس ولا قطاع ديال الطوموبيله ديال داك المصنع، وها بشحال غتخلص وتترضى على راسك تمشي، ولا تترضى على راسك تمشي تخدم 300 اورو وانتيا الكاشي ديالك 900 اورو. انت اللي ساهمتي في هذاك الفساد، انت اللي عاونتي ذاك المفسد باش يطغى عليك. ها المشكله ديال الوعي. ونزيدك انا اكبر من هذا الشيء هذا، حنا تنموتوا على الحاجه اللي ما غنخدموش فيها عقلنا وغنتبعوا فيها الشهوه ديالنا. والسي شريف والناس رضات بالفساد في الحج رضات بالفساد. وتخيل كيجي واحد من السعوديه مقاول عنده كونطرا باش يجيب الناس فابور يخدموا في تاك الزارت ويخدموا عمال، شحال كيطلب منهم تحت الطابله 4 المليون وتعطيهم ورقه يوقعوا بانهم ما عطاو حتى ريال وجاو فابور وها هو قبلها على راسه. تقول لي عندنا مشكل وعي حنا في المغرب، والوعي في الكبير وفي الصغير. شوف راه قلت لك الوعي ماشي هو القرايه ماشي هو المنصب، الوعي كاين في حب الخير لهذا البلد هذه، وهذا الشيء اللي نهك الصالحين ونهك المصلحين. كيفاش كيتشكل الوعي؟ الوعي تيتشكل بصدق النيه في الاصلاح. ملي كتبغي انت تصلح ما كتقلبش، انت ملي كتبغي تصلح وليداتك ما كتبراش منهم، كتقبلهم على ما هم فيهم وكتقول له هذه مزيانه هذه خايبه وكتبقى غادي معاه كيف بحال كدير ديك الام. هذا بعد دخلنا لواحد النقاش عاوتاني فلسفي. دابا الوعي ديالك انت سير معايا مزيان. الوعي شنو هو الوعي؟ ولا نمشي لك مجموعه الافكار اللي عندك في الراس دابا، انت افكار اللي عندك طريقه التحليل كيفاش تشكلت؟ منين جاتك؟ من خلال المعرفه ديال الدين ديالي، ديال الشريعه ديالي اللي فيها حقائق مطلقه. ما غنمشيش نمشي للفلسفه باش ندير الحقائق، لا ثم صادق هذه الشريعه صادقها الواقع. شوف حنا راه درسنا الفلسفه، ولكن لما درسنا الشريعه لقينا بانك تعطينا حقائق جائزه ما تحتاج تجرب باش تعرفها. ما فيلسوف خصو يجرب 30 عام 40 عام تيموت يقول هذيك راه بصح. انا ما عنديش داكشي، عندي حقائق جاهزه. ملي كنزل الواقع كنلقاه هي اللي كتاثر لي الواقع ديالي. ربي تيقول لك كل شيء خرب غير انت بقى حي. واحد يقول لك لا انا غنمشي على لقمه العيش نلوح راسي في البحر ونلوح بنتي في البحر. ولكن عاوتاني في الشريعه كاين لك ابو ذر الغفاري، كاين الناس اللي خداو منه انني اتعجب لانسان يموت جوعا ولا يخرج شاهرا سيفه. ها هو من الشريعه كان نديروا في المقوله هذه. شوف كيفاش يخرجوا شاهرا انني اتعجب لانسان يموت جوعا ولا هادشي مرويات الشيعه، هادشي مرويات الشيعه. خلي الكلمه اخيره سي كلمه اخيره. صدرك شي فكره ولا انا اخويا حميد، انا اقول واكرر يجب على كل المغاربه انهم يهتموا بالبلد ديالهم.